السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ طبعا أنت دلوقتي يا إما أنت بتخلص امتحانات يا إما أنت خلصت امتحانات يا ده. طبعا أنت دلوقتي بتقعد تتساءل إزاي عايز آخد تدريب في الصيدلة، عايز أشوف المجال ده بيعمل يعني بيتكلم عن إيه، هل التدريب فعلا مفيد أو لأ. أنا خدت تدريب تمام، وأنا في سنة تالتة. انا في سنه تانية تقريبا، كان من سنتين. خدت تدريب في مصنع. استفدت ايه؟ ما استفدتش؟ هستفيد ولا لا؟ ايه اساسا التدريب المتاح؟ تدريب في كل مجال تمام. ايه التدريبات المتاحه في كل مجال، وانت تخلي بالك من ايه في كل تدريب؟ والكلام ده هندردش مع بعض فيه النهارده. بس قبل ما نبدا اعمل لايك وسبسكرايب واكتب لي كومنت حلو كده، وبس كده يلا نبدا. هما بالظبط 5 مجالات، يعني كل مجال هقول لك ايه الحاجتين او 3 تخلي بالك منهم في المجال ده. ايه تاني حاجة، ايه اللي الشركات او المستشفيات اللي عارضة التدريب بتاعها. رقم 3 نصيحتي في المجال ده تستفيد ايه وتعمل ايه من اخ اكبر منك يعني. وخط موضوع التدريب ده وهتستفيد منه فعلا يعني. اول مجال مجال كلينيكال. مجال كلينيكال من المجالات المهمة جدا واللي لها بوتنشال قدام، خصوصا في السفر او كده، سواء دول الخليج او بره مصر، اوروبا بقى وامريكا والكلام ده. فمجال الكلينيكال ليه بوتنشال كبير، خاصة في نقص الأطباء وموضوع الدوز ده. طب ايه نصيحتي ليك فيه، او ايه مثلا الحاجات اللي تخلي بالك منها في مجال كلينيكال؟ تخلي بالك في كلينيكال من حاجتين تمام، لان انا كلينيكال فانا ايه متعصب شويه. تخلي بالك من حاجتين بالظبط. الحاجه الاولى موضوع الدوز. تمام، موضوع الدوز في كلينيكال من اهم المواضيع اللي بتتركز عليها كلينيكال اصلا. تمام، موضوع الدوز خاصة في الحاجات اللي ليها مثلا نيوروثيرابيوتيك اندكس، اللي هي مثلا طبعا نيوروثيرابيوتيك اندكس ده يعني ايه؟ الفرق بين التوكسيك دوز وثيرابيوتيك دوز، او الفرق ما بين الجرعة العلاجية والجرعة تحصل له توكسيستي يعني تسميه يعني. فالدراجز اللي ليها نيوروثيرابيوتيك اندكس دي مهم جدا تحصل لها، تعملها مونيتورنج وتبدا تراقبها وتراقب البيشنت عامل ايه، خاصه لو البيشنت عنده مشكله في الليفر او مشاكل في الكدني او كده. فمهم جدا تبدا تعمل له مونيتورنج. فموضوع الدوز واللي انت تراقب الدوز ده من اهم الحاجات اللي قايم عليها كلينيكال اصلا. موضوع الدوز خاصة في الأدوية اللي أنا قلتها لك دي، وخاصة في برامج دلوقتي، فأنت هتضطر تتعلم بقى على شوية برامج تبقى كويسين عشان تبدأ في مجال كلينيكال. يبقى دي النصيحه الاولى. الحاجه الثانيه خلي بالك منها من كلينيكال، ان كلينيكال بتعتمد على انك تكون فاهم قوي علاقه الدواء بالبيشنت او بالانسان، عكس بعلاقه الدواء وتصنيع الادويه والكلام ده. لا، هي بره الحته دي، هي بتعتمد ان الدواء بيعمل ايه في الانسان والانسان بيفلكت ايه في الدواء. فاهم؟ فالنقطه دي بتعزز عندك جدا جدا في كلينيكال، ولازم تكون قويه عندك في كلينيكال بمختلف بقى المجالات، سواء بمختلف اسف العلوم او فروع العلوم، زي فارماكولوجي، موضوع علم الادويه في الاطفال النساء والكلام ده كله. يبقى دي اول حاجه في كلينيكال. طب ايه المستشفيات العارضه في كلينيكال؟ حوالي 4. 57 357 عارضه، و57 357 من اهم واقدم الحاجات الكلينيكال المعتمده في مصر والقويه في مصر، واللي اساسا بدات موضوع الكلينيكال من زمان وبتطبق باحترافيه كمان. يعني عملوا فيديو حتى عنه، ممكن تبحث على اليوتيوب هتلاقيه. تطبيق 57 357 الكلينيكال بالظبط عامل ازاي وازاي بيمشي الكلام ده. وشوفت الكلام ده من كام سنه، دلوقتي الموضوع متطور اكتر بكتير. فلو لقيت 57 357 انصح بيها بشده. تاني تدريب وهي تدريب بهية طبعا الخاصه في البيست كانسر. انا في الفيديو هقول يعني ايه، اتكلم بالمصطلحات الطبيه شويه على اساس انت فاهم تمام. يعني انا مش بقول مصطلحات صعبه، بس عشان تبقى الموضوع ايه فاهمه انت يعني. فبهي بتعرض بيست كانسر، او هي متخصصه في البيست كانسر، بتعرض برضه مستشفى، بتعرض برضه تدريب وكده. فلو تقدر تروحوا كويس جدا يعني، مش وحش خالص. تالت تدريب وهو تدريب شفا الأورمان أو مستشفى الأورمان. أحيانا بتعرض تدريب وأحيانا لا، مش عارف السنة دي والله. بس كانت بتعرض تدريب في شفا الأورمان، مستشفى كويسة جدا مشرف عليها أو فيها أستاذ دكتور أحمد الطوخي، من الناس مش مشهور في المجال يعني، وكويسة جدا، وبدأت فعلا كلينيكال وتطبيق كلينيكال فيها. ده رقم 3. رقم 4 أحيانا ممكن تلاقي مستشفى المعلمين مثلا، أو مستشفى تاني غير التلاتة اللي أنا قلتهم. ممكن تلاقي المعلمين، ممكن تلاقي الجلاء مثلا بتاع القوات المسلحة، أحيانا بتعرض كلينيكال وأحيانا بتعرض مستشفيات عامة. فبص فيها برضه هتفيدك. ده بقى انا نصيحتي ايه في مجال كلينيكال. زي ما قلت لك، نصيحتي في مجال كلينيكال هو انك تركز على الدوز، او كلينيكال مركز على الدوز والعلاقه بين الدواء والمريض. ولكن الاهم اللي انت تستفيد منه ان انت تبدا تعمل علاقات، وتبدا تشوف الناس مثلا يحطوا لك رود ماب. لو انت عايز خلاص حبيت مجال كلينيكال، ايه الخطوات اللي تمشي عليها وعشان توصل اللي انت عاوزه. يكون ليك مونيتور او حد مشرف عليك، مثلا لو عايز تاخد رقم وتواصل معاه مثلا، يا دكتور انا خلصت 1 2 3 ابدا في ايه تاني. الحاجه الشخص ده هيأثر عليك الطريق جدا. حاول تستفيد منه انك تعمل علاقات مهمه، وهتكتشف في المجال بتاعنا او اي مجال في الحياه ان العلاقات احيانا تكون اهم من الشغل، واحيانا تكون هي الشغل.
وفكره ان انت ترفع سماعه التليفون وتكلم حد يفيدك دي بفلوس وصعبه، ولو عرفت تلاقيها امسك فيها. يبقى ده اول واحد. رقم 2 مجال المصانع، وده التدريب اللي انا خدته اصلا كان في مجال المصانع، خدت في شركه النيل. طب ايه الحاجتين اللي في المصانع او بتركز عليهم في المصانع؟ المصانع بتقسم ل3، تمام؟ مالتي ناشونال او انترناشونال، مصنع كبير جدا مستوى العالم في مصر، زي المصانع الكبيره مثلا بتاع شركه سكويب او الشركات الكبيره دي. ودي طبعا شركه لو لقيت تدريب في مصنع مالتي ناشونال زي كده يبقى انت ايه يعني، الحاج داعي لك والناس كلها داعيه لك. تاني حاجه اللي هي توب لوكال، زي ايفا مثلا، توب لوكال، مصنع نظيف، هيعمل مثلا الموضوع اللي هم يصنع انسولين في مصر ده من موضوع صعب جدا، لان تقنيه تصنيع الانسولين اصلا صعبه، اللي هي كومباين الدي ان ايه، صعبه جدا ومكلفه، فيكون مصنع زي ايفا يعملها، مصنع محترم جدا. رقم 3 لوكال، طبعا اللوكال معروف، فاركو ايبوكو الكلام ده بنسميه لوكال، احيانا بعضهم يبقى توب لوكال. فدول ال3 اقسام بتوع المصانع، طبعا بالترتيب اللي قلتهم لك. لو لقيت مصنع مالتي ناشونال عارض توكل على الله وروح على طول، بس غالبا مش بيقعدوا تدريب للصيادله، يعني ما سمعش ان تدريب للصيادله. لو لقيت توب لوكال روح توب لوكال، لو ما لقيتش خلاص عليكوا على اللوكال. طب ايه المصانع اللي عارضه تدريب؟ مثلا ايفا عارضه تدريب كويس جدا، رقم 1 ايفا شركه محترمه جدا جدا. الحكمه عارضه تدريب برضه. فاركو عارضه تدريب. شركه النيل تقريبا انا خدت فيها التدريب بتاعي، خدت في شركه النيل عارضه تدريب. ايه اللي انصحك بدول؟ انصحك بايفا والحكمه، توب لوكال، مصنع كويس جدا، هتتعلم كتير. شوف بقى في المصانع دي اهم حاجه، ودي نصيحتي ليك في المصانع، انت تركز على انك تروح انت بنفسك. يعني للاسف انت هتلاقي مثلا المصانع تقول لك ايه، اونلاين واوفلاين، تركز على الجزء الاوفلاين، تمام؟ الاونلاين سهل. انا عايزك تروح وشوف المصنع شغال ازاي، تشوف نفسك انت جوه المصنع هتبقى عامل ازاي، انت حابب الحته دي، حابب المجال ده. لو انت مثلا من الاقاليم، هل هيبقى، لان معظم المصانع في القاهره، في مصنع من المصانع المحترمه اللي في القاهره الكبيره، في مصانع تانية في الاقاليم بس مش كبيره قوي يعني. فانت هتقدر مثلا تقعد في القاهره، هتبدا تسافر كتير، تشوف المصانع مثلا عايزه ايه. هتلاقي معظم المصانع هتبقى عايزه حاجتين، لغه وديزاين او كمبيوتر بشكل عام. لو عرفت هل انت مثلا تشتغل على نفسك في الحتتين دول، فتبدا تاخد التراك ده وخلاص، انا عايز اشتغل في مصنع وهبدا اخد مثلا تدريبات كتير في مصانع واخد التراك ده. طب هل المصانع مجديه وبشده؟ بس عيبها ان هي بتقبل عدد قليل وعايزه مرمطه بصراحه، يعني فعلا المصانع للاسف عايزه واحد يعني اقولها ازاي، واحد بيشتغل كتير وهيتعب كتير ومنتظر الجزاء او الثواب او العائد المادي بعد فتره. لان مجال المصانع للاسف المرتبات العاليه بتكون في اقسام معينه، اباظه الكيو سي. فعشان توصل تكون كيو سي في مصنع مالتي ناشونال وتاخد مرتب محترم، ده عايز فتره من الزمن، عايز شغل كتير على نفسك، ولكن ممكن توصل له عادي، مش صعبه يعني. فده تاني مجال اللي هو مجال المصانع. تالت مجال يا ريس، عشان مجال الشركات. مجال الشركات مجال محترم جدا، حلو جدا، بيعتمد اكتر على حته الكرياتيفيتي، حته الديزاين، حته اللي انت بتعرف تديزاين الدواء بشكل حلو، حته اللي انت مثلا عندك لغه، عندك زي ما قلت لك لغه وكمبيوتر هتلاقيها مشتركه مع المصانع، عندك مثلا علاقات كويسه في شركات، الكلام ده كله برضه بيفيد. الشركات اللي عارضه برضه ايفا عارضه، الحكمه عارض، اعتقد الاكزير عارض، اكزير فارما عارض برضه. دول ال3 العارضين، ممكن بتلاقي اكتر من كده لو دورت يعني، بس انا لما دورت لقيت ال3 دول ال3. طب نصيحتي ايه في مجال الشركات؟ مجال الشركات من المجالات المحترمه جدا، ولكن انت مجال الشركات هتبدا فيه صغير، هتبدا فيه مندوب، يعني احترم ده. لو انت مش حابب مجال المناديب، لا، معظم اللي بدا في مجال الشركات بدا مندوب مبيعات. انا والدي اشتغل في شركه، اشتغل ميديكال ريب او مندوب في شركه، كان بياخد مرتب محترم جدا يعني. فتشتغل مندوب، بعد كده تبدا تترقى، سواء تترقى في مجال المندوب مثلا تبقى ده، بعد كده تبقى مندوب على ميديكال ريب، بعد كده سوبرفايزر، بعد كده اريا مانجر، بعد كده تبدا تاخد التراك ده. يا اما بقى تروح اقسام تاني في زي قسم الماركتنج، قسم الديزاين. لو انت ليك في الديزاين وشاطر فيه، انت ممكن ديزاين البامفلت، ديزاين العلبه شكلها عامل ازاي. الموضوع ده مهم جدا خاصه في الاطفال. ففي بوتنشال حلو في مجال الشركات، ولكن تقبل بوضع انك تبدا ميديكال ريب عادي، سواء احترام ده او عايز ده او مش عايزه، المجال هتبدا ميديكال ريب عادي. رقم 3 مجال الصيدليات، وده مجال الشعب. يعني مجال الصيدليات مفيش حد يا مؤمن يا متقي صيدلي ما نزلش الضيف في صيدليه او اشتغلش في صيدليه. ده الحته او الركيزه الاساسيه لاي صيدلي، ان هو بيبدا في صيدليات، لازم تنزل صيدليات
وتبدا فيها، سواء حبيت الموضوع ده ما حبيتوش، هو مجال موجود. وكونك ليك عندك صيدليه بنفسك شغاله بتعمل ارباح كويسه، مجال مربح فيها. حتى في زياده الادويه اللي فاتت، للاسف الادويه زادت بشكل كبير في الثلاث سنين اللي فاتوا. انا فاكر اخر مجال وهو مجال المستشفيات. المستشفيات بيكون فيها حاجات كتير سواء كلينيكال او غير، ولكن انا بتكلم هنا على غير كلينيكال. اتكلمت على كلينيكال خلاص، بتكلم على غير كلينيكال. ممكن تلاقي مثلا صيدليه لو هم بيحضروا جوه، في الصيدليه بيحضر ادويه كده. احيانا مثلا برضه بيبقى في تعاون بين القسم تحت وبين قسم كلينيكال، بيبقى في تعاون ما بين الاثنين. نصيحتي في المستشفيات الصيدله في المستشفيات للاسف مرتبات ما بتكونش اعلى حاجه. ده واقع، مرتبات بتكونش عاليه، ولكن هو مجال موجود ومجال محترم وحلو جدا، موجود فيه فلوس يعني. لو تقيت بقى ومسكت حاجه عاليه. لكن طول ما انت صيدلي في صيدليه محبوس في الزون ده، لا، مش هتعدي. طبعا انا بتكلم على مصر، واخد بالك. دول الخليج ده موضوع مختلف خالص. دول الخليج موضوع مختلف تماما في المرتبات والكلام ده. فالمستشفيات هتلاقي مين اللي عارض؟ هتلاقي الجلاء، مستشفى الجلاء، القوات المسلحه عارضه، وده محترم جدا جدا جدا. كمان هتلاقي المستشفى احيانا بتاع اللي فيها كلينيكال ممكن تعرض برضو عادي. مستشفى كبيره مثلا غير كلينيكال زي مثلا بهية ممكن تعرض عادي حاجه غير كلينيكال يعني. ولكن دول اللي انا بس اللي اعرفهم في مجال المستشفيات العامه بره كلينيكال. ممكن تلاقي نفس المستشفى عرض الاثنين على فكره، يعني سواء ده او ده، شوف ده او ده. طب ايه اللي انا بنصحه في مجال المستشفيات؟ ان انت برضه تلف على اقسام وتعمل علاقات. هتلاقي دي النصيحه الثابته في كل المجالات اللي انا بقولها لك. هي دي النصيحه الثابته، ان انت تبدا تعمل علاقات وتشوف السوق عامل ازاي، وتشوف نفسك انت، هل انت المجال ده تنفع تمشي فيه ولا لا، وهل المجال ده مناسب ليك ولا لا. اخر حاجه تجربتي انا الشخصيه مع مجال المصانع، تمام. ممكن احكيها في فيديو منفصل، ولكن هقول لك الخلاصه دلوقتي. انا اتدربت في مصنع، كان مصنع النيل تبع GSK. دفعت مبلغ محترم، ولكن بعد فتره، بعد ما خدت الكورس، كان في كورس مفيد، كان منحه نظريه. انا كنت عايز اروح هناك واشوف الدنيا هناك عامله ازاي والمصانع عامله ازاي والكلام ده. كنت لسه في تانية، الكلام ده من سنتين يعني. فاشوف الدنيا هناك عامله ازاي وكده وبقى. لكن بعد فتره حسيت لا، المصانع مش المجال المناسب ليا، مش انا من الاقاليم. فبالتالي فكره ان انا اروح تاني واسافر واتمرمط بقى هناك واقعد سنين هناك عشان ابدا مثلا امسك في مصنع توب لوكال QC او R&D، فلقيت الحوار بعيد يعني. لقيت الحوار بعيد بصراحه، فاتجهت لمجال اخر. ولكن هو مصانع مش بطاله ومش وحشه خالص يعني، بس عايزه مرمطه شويه. كل المجالات عايزه كده، ولكن مرمطه من نوع مختلف في المصانع يعني. فدي خلاصتي انا مع التدريب في مصنع. ممكن احكي باقي القصه كامله في فيديو منفصل يعني، ولكن ده اللي انا بنصحه ليك. في اخر الفيديو خلي بالك من الماديات لانها مهمه، لان كل التدريبات اللي انا قلت لك دي غالبا بتكون برسوم او بتكون بمبالغ ماليه. ولو انت كمان من الاقاليم وهتسافر وهتاخد سكن وكده، فالموضوع ممكن يعني ايه ما يبقاش الطف حاجه. فشوف الموضوع المادي عامل ازاي. لو انت الموضوع المادي عندك تمام، ننصح بيهم في التدريب مستشفى 57، تمام، حلو جدا. مصنع ايفا فارما ممتاز جدا. مستشفى القوات المسلحه بتاعت الجلاء حلوه جدا جدا. دول الثلاث حاجات او الثلاث تدريبات لو انت لقيتهم ومعاك القدره الماديه، تمام. لقيتهم معكش القدره الماديه، خلاص شوف مصانع تانية. والمهم ان انت تروح تشتغل وتسعى، ما توقفش مكانك، ما تعديش الاجازه دي زي كل اجازه. فاهم تعمل ايه؟ تنزل تبقى متحمس وبتاع، وتنزل اسبوع وتقعد، وبعد كده تقعد بقى على الفيس وعلى الواتس وعلى التليجرام وعلى الانستا وتلف حوالين الدايره دي. فاستفيد من الاجازه عشان حرفيا، لان مشكله الصيدله ان انت ما بتلاقيش وقت في الدراسه انك تعمل حاجه. فالاجازه خصوصا الاجازه الصيفيه من اهم الاوقات ان انت لازم تبذل فيها مجهود كبير عشان تعرف توصل. وبس كده. دعم في الفيديو بشير ولايك وسبسكرايب، اكتب لي كومنت كويس. طبعا انا وقت الامتحانات واعمل لك فيديو، فراعي ده. وبس كده، سلام.